الحديث اليوم عن أن الحراك الأقلوي هو حراك شعبي أو حراك اجتماعي، باعتقادي هو ليس دقيق على الإطلاق، بل هو حراك سياسي داخل المنظومة السلطوية لمنظومة النظام السوري. فمن المعلوم بداهة ولكل متابع أو مراقب أن النظام السوري اعتمد أثناء ترويضه للحراك وأثناء محاصرته للحراك الشعبي الذي شهدته سوريا، اعتمد على الاستعانة بالكوادر البشرية الاجتماعية التي كانت تمثل بعده الثقافي والاجتماعي أثناء حكمه. وبالتالي هذه الكوادر البشرية الاجتماعية هي كانت من كوادر تحالف الأقليات الذي كان يحكم سوريا ولكن بقيادة العلوية السياسية. طبعا واستعانته أو واستعانته بهذه الأقليات كان بشكل متفاوت، وبالتالي استعان ببعضها بشكل مباشر وبعضها الآخر بشكل غير مباشر. بعض هذه الأقليات وضعها ضمن مراكز معينة، وبعضها الآخر وضعها أيضا ضمن مراكز معينة، ولكن بشرط أن تكون العلوية السياسية هي رأس حربة إدارة المجتمع السوري والمؤسسة السياسية والعسكرية في سوريا. بالنسبة للمسلمين السنة، بحقيقة الأمر سيقوا كالعبيد لا أكثر. حتى الفواعل التي تم الاعتماد عليها أثناء حكم النظام السوري، أثناء حكم النظام السوري في الفترة السابقة، كانوا بمثابة، إذا صح التعبير، تيوس مستعارة. لم يمثلوا شريحتهم الأساسية، شريحة الأغلبية، وإنما كانوا بمثابة تيوس مستعارة من أجل تحقيق اختراق مجتمعي وثقافي معين، ويجعل الناس يعيشون بوهم معين. فاستعانة النظام كان بهم من ناحية الفلكلور، واستعان بالمسيحية والدروز أيضا، ولكن استعان بهم ووضعهم في المراكز الثقافية، في المراكز الأمنية، في المراكز العسكرية، ولكن ليس الحساسة. اكتفى هذا النظام باعتقادي بالنسبة للدروز أثناء الحراك الشعبي، اكتفى بتحييد هذه الشريحة بغرض التكتيك السياسي وإدارة ملف تحالف الأقليات وتوازنها بطريقة مدروسة تماما. فعدم دفع الدروز إلى الجيش كان بتقدير دولي وتقدير من جانب النظام السياسي، لأن ببساطة الدروز أقلية لا يراد لهم أن يحرقوا بهذه المحرقة السورية، وبالتالي تم تحييدهم. الآن يقال أنه تم تحييدهم وطنيا، هم لم يذهبوا. ثق تماما لو أراد بشار والنظام الدولي أن يذهب الدروز كانوا سيقوا مثل العبيد، مثل المجتمع الإسلامي السني إلى الجبهات. ولكن هم لا يريدون، لأن الدروز يراد لهم أن يكونوا في مرحلة الاستقرار، أما مرحلة الثورة ومرحلة المحرقة هي خطيرة بالنسبة لهم، وبالتالي لا يمكن أن يتم قبول إدخالهم في هذه المحرقة. وأيضا بالمقابل النظام لا يمكن على الإطلاق أن يوافق على أن تكون الدروز ضمن المراكز الحساسة في الجيش. هي يريدها فقط ضمن المنظومة الداخلية، فقط ضمن المنظومة الداخلية وليس الخارجية. لا شك هذه المنظمة الاجتماعية والثقافية الشعبية للدروز والأقليات، وحتى من الأقليات العلوية من الناحية التوسعية أتكلم، اعتماد النظام عليها في ترويض الحراك بطريقة أو بأخرى، بتوظيف بعض الأقليات وتجنيد بعضها الآخر، هذا كله أدى إلى إعادة تموضع جديد لهذه الأقليات ضمن النظام السوري وضمن المنظومة السورية. وبدأت تتحول هذه الأقليات لتكون جزء من المنظومة السياسية نفسها، أو بدأت تتحول هذه المنظومة الثقافية لتكون جزء من النظام السياسي،
لأنه تم الاعتماد عليه، وبالتالي هذا تدافع طبيعي. وبهذا فإن الحركات الشعبية المتزامنة والمتناغمة للأقليات التي نشهدها اليوم هي حراك سياسي، هي حراك سياسي بامتياز. وبعبارة أدق، ما نشهده هو حراك سياسي توسعي داخل البنية السلطوية للنظام السوري، وهذا الحراك طبيعي. هذا الحراك طبيعي في ظل التدافع السياسي السلطوي داخل البنية السياسية للنظام. فهذا الحراك يهدف إلى إعادة التموضع اليوم والانتقال، أي انتقال الأقليات أو تحالف الأقليات من حيز المنظومة الثقافية التي تكلمنا عنها في البداية إلى حيز المنظومة السلطوية الفعالة والحاكمة ومتخذة القرار في الحضارة السورية إذا صح التعبير، أو بطبيعة الحال في المحمية السورية فعليا اليوم مع الأسف. وبالتالي اليوم السويداء لا يراد لها أن تكون ضمن المراكز الحساسة الخارجية، لأنها تشكل منافس للنظام، هي أقلية منافسة للنظام على الصعيد الدولي. لذلك النظام يريدها ضمن المراكز الداخلية وليس المراكز الدولية، لا سيما للدروز علاقات مع القوى الإسرائيلية، علاقات عائلية مع الجولان، وهذه العلاقات هي تؤثر بطريقة أو بأخرى، شاء من شاء وأبى من أبى. يعلم النظام أن الدروز هم الشريحة المنافسة له في سوريا، لذلك لا يمكن أن يسمح لهم أن يكونوا في المراكز الحساسة التي تتعامل مع المجتمع الدولي. يريد هذه الشريحة أن تكون ضمن النطاق أو نطاق العلوية السياسية. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم، لألقاكم مرة أخرى في وقفة جديدة مع الثورة. حياكم الله ودمتم بخير. حياكم الله.